السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده هعمل معاكم بقى فطيرة حلوة سريعة كده، او بيقولوا عليها طاقية السلطان. يعني هي المهم انها فطيرة حلوة. هحط كوباية من اللبن، هحط كيس خميرة فورية، هحط 4 5 معالق سكر، مقدار نص كوباية سكر. حطيت المقادير بتاعتي كده، اتاكد بقى ان الخميره كويسه. هسيبها شويه اول ما تعمل فوران بسيط كده، تبقى الخميره بتاعتي كويسه. بعد ما اتاكدت ان الخميره كويسه، هجيب الدقيق. انا طبعا اي معجنات او مخبوزات انا ما بعيرش دقيق، انا بحط كده على السوائل بتاعتي واشوف العجينه في ايدي. بصراحه بعرف ملمسها. عشان طبعا مش كل الدقيق زي بعضه، في دقيق بياخد سوائل كتير، في دقيق لأ. فطبعا احنا لازم نكون يعني خبرة شوية وعارفين ملمس العجينة كويس. بس كده يا حبايبي، لكن المقادير دي بالتقريب كده خدت 6 كوبايات دقيق، لكن انا بصراحة ما كيلتهمش، انا حطيت على طول. هديله لفة كده، وبعد كده هحط هجيب بيضاية، هحط البياض بتاع البيضة بس اللي هو الزلال، وهشيل الصفار كده على جنب. بعد ما عزلت البيضة كده هشيل الصفار، هنستعملها في الاخر. هحط طبعا فانيليا عشان خاطر ريحة البيض. وهبتدي بقى اعجن في العجينة بتاعتي كده، وابص عليها كل شوية طبعا. طبعا ممكن نعجن بايدينا، بس انا بصراحة ما بقدرش بقى دلوقتي، خلاص اعجن بايدي، فبستقرب العجان. بحط شوية شوية من الدقيق كده زي ما انتوا شايفين. اتأكدت ان العجينة بتاعتي خلاص بقت تمام اهي. هحط عليها بقى مكعبين زبدة حلوين كده. بس كده يا حبايبي، هبتدي بقى ايه اعجن فيها حلو بالزبدة كده. ممكن طبعا تستبدلي الزبدة بزيت، ممكن تحطي زبدة على زيت، يعني دي ليك الحرية فيها. المهم ان انت تطلعي عجينة حلوة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا العجينة بتاعتي حلوة قوي ازاي، باينة طبعا. خلصت كده اهي. بصوا لمت في العجان خالص، فيها تلزيقة بسيطة لان انا لسه هفردها بدقيق، فما حبيتش ان انا ايه يعني العجينة تكون ناشفة، عشان لسه هتشرب دقيق وانا بفرد. العجينة بتاعتي جميلة قوي زي ما انتوا شايفين. هقسمها بقى 2 كده. هعمل واحدة بالكاكاو والتانية هتكون بيضة. هي فكرتها حلوة وظريفة بصراحة، عجبتني الفكرة، فقلت اجربها كده، مش خسرانين حاجة. هي في النهاية ايه؟ فطير، فطيرة حلوة كده. خدت حتة زبدة صغيرة مع معلقتين من الكاكاو، وهبتدي ايه اعجن العجينة بتاعتي اللي هي بالشوكولاتة. قالوا طاقية السلطان، قلنا زي بعض، طاقية السلطان طاقية السلطان، لكن هي فطيرة بصراحة عادية خالص، أنا ما فرقتهاش. طبعا في الطعم في فطير يعني، مش أكتر من كده. هو الشكل بس اللي بيوحنا إن هي شكل طاقية السلطان. أي كلها حاجات كده وترندات، وربنا يوفق الجميع يا رب. بس كده بعد ما غطيتهم بالاستريتش، هحط عليهم فوطين حلوين كده بقى نضاف. الفوط دي جميلة قوي، عجباني قوي. فوط زي الزبدة كده بصراحة، حلوة قوي يعني، ناعمة وجميلة. بصوا الخميرة بتاعتي بقى فارت كده، والعجينة فارت. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني العجينة بتتكلم عن نفسها. شايفين المنظر؟ طبعا انا عشان مشغلة الفرن، طبعا احنا في الشتاء والدنيا برد يعني، بس انا عشان مشغلة الفرن فالمطبخ دافي. الحمد لله الخميرة يعني اشتغلت بسرعة كده، والعجينة زي ما انتوا شايفين. انا حبيت اعمل لهم حاجة حلوة كده، فرحت حاطة دي في وسطيهم عشان خاطر ايه، تبقى يعني حاجة مكملة للحلويات اللي احنا هنعملها. بس كده يا حبايبي، العجينتين بتوعي اهو، الشوكولاتة والبيضة، خمروا زي ما انتوا شايفين كده. بلمهم بقى كده وحطيتهم قدامي عشان ابتدي افرد فيهم. شوية دقيق بقى كده على الرخامة بتاعتنا النضيفة الجميلة، طبعا انا منضفة الرخامة. هبتدي افرد عليها. فردت الدقيق زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي بقى اجيب الفردة بتاعتي او النشابة بتاعتي، وابتدي افرد العجينة كده في الاول. بصوا العجينة جميلة والله، مش محتاجة يعني، هي كانت بتجري كده لوحديها، بتتفرد لوحديها زي ما انتوا شايفين. بصوا تعرفوا نجاح العجينة اللي في ايدينا من انها تتفرد معاكم بسرعة كده.
فردتها كده زي ما انتوا شايفين، دي البيضة بتاعتنا اهي. وفردت طبعا البني نفس الفردة بالظبط، بس ما حبيتش اطول عليكم، طبعا انا بختصر قوي في التصوير عشان خاطر ما اطولش الفيديو. بعد ما فردناهم الاتنين كده طبعا والسمك واحد وقد بعض، هحطهم على بعض كده واسويهم ببعض. كان ممكن اقطعهم بقى من الحروف واربعهم كده، لا انا بصراحة ما استسهلت ما عملش. عندي شوكولاتة، الولاد بصراحة ما كانوش عايزين نحشيهم حاجة، لكن انا قلت احط شوكولاتة كده مش هتبان. حتة زبدة صغيرة وشوية لبن صغيرين قوي مع شوكولاتاية كده خام، ورحت عاملة الصوص دوت وهحطهم في النص كده. فعلا ما كانتش يعني باينة قوي لان هما ما كانوش عايزين جواها حاجة. هحطها كده في النص وهقفل عليها. زي ما انتوا شايفين انا مرضتش اكتر في الكمية لان هما كانوا عايزينها فطيرة فاضية كده، مش يعني مش عايزين جواها حاجة. طبعا ممكن تحطوا جواها مكسرات، ممكن تحطوا نوتيلا، ممكن اي حاجة بصراحة، بس انا يعني استسهلت قوي لان انا كنت بعمل حاجات تانية يعني هتظهر لكم في اخر الفيديو، فكنت مستعجلة وعايزة اخلص بسرعة بصراحة. يعني المهم عندنا الفطيرة نفسها وطعمها وعجينتها بصراحة كانوا حلوين. بفرد كده وبقفل طبعا من الجوانب، بفرد بايدي كده طول ما انا بلم، بفرد معايا الرول بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي هلم فيها لغاية تلتينها تقريبا، والتلت التاني هسيبه واجيب السكينة بقى وابتدي اقطع كده زي ما انتوا شايفين شرايح صغيرة كده. هو ده للشكل، بس هي شكلها فعلا كان حلو قوي والطعم فطير بصراحة. يعني انا مش حاسة انها يعني آه، واخدة ضجة كده، بس يعني هي لا هي فطيرة عادية، احنا بالنسبة لنا كانت فطيرة عادية. قطعت كده وببتدي بقى يعني الف الابيض بالشوكولاته كده زي ما انتم شايفين. وفي الوقت ده هنا بقى ست رونزة هتشوفوا عملت فيا ايه. بلم كده العجينه بتاعتي وبلفها كده زي ما انتم شايفين. المنظر ده كان جميل قوي بصراحه وهي بتتلف مع بعضيها كده، هو ده اللي حلو. يعني هي دي اللي ادت الشكل النهائي بصراحه، كانت شكلها حلو قوي. انتوا عارفين اي حاجة بتطلع ترند كده لازم الواحد يجربها، لكن في النهاية انا بديكوا رأيي، لا هي فطيرة عادية ما فيهاش حاجة مبهرة يعني. يلا الحمد لله كانت حلوة، هي يعني اتاكلت كفطير حلو، هي فطيرة حلوة. بس كده بلفها. رونزة بقى طلعت، الكاميرا وقعت والتليفون وقع والدنيا كلها وقعت. بتقولي استني يا تيتا، يا تيتا استني يا تيتا انت مش عارفة، وهي اللي بتبص بتقولي استني انت مش عارفة، وانا عماله اخطف منها. بصوا هي عايزه تشتغل هي بدالي. يا تيتا استني يا تيتا انت مش عارفه يا تيتا، بص عايزه هي ايديها هي اللي شغاله. بصوا بتشيل ايدي وهي اللي تعمل. اسم الله عليكي يا قلب تيتا، ربنا يحمي. بص بتاخدها مني، اسم الله عليكي يا أزي. يا تيتا استني انت مش عارفه يا تيتا. شايفين رونزا اللي عملتها، والحته بقى وانا بلف كده وقعت وكله. بصوا مش مشكله، فده رونزا. يا رب يخليكي يا اوزو، متحرمش منك يا قلبي، وتفضلي كده منوره حياه تيتا. بصوا بتتفرج بتقولي لا استني لسه. والله جننتني في الوقت ده. بصوا عايزه هي اللي تعمل، يا تيتا استني لسه يا تيتا انت مش عارفه. والكاميرا وقعت والتليفون وقع. بصوا المهم خلصنا الحمد لله. حطيتها في صينيه كده زي ما انتم شايفين، دهنت الصينيه لحسه زيت بسيطه قوي، والبياض الصفار البيضه اللي عندنا حطيت عليه شويه لبن وشويه فانيليا، وهدهن بقى وشي طاقية السلطان. هدهن وش طاقية السلطان كده زي ما انتوا شايفين. بدينا بالخليط بتاعنا ده. هنا كانت رونزة بقى نزلت خلاص لان انا سبتها تخمر شوية كمان، فقلت لها طب سيبيها يا أزة تخمر كده وبعدين نرجع لها تاني. رونزة نسيت فما رجعتش معايا تاني، وانا بقى قلت ادخلها الفرن بسرعة، لان انا هنا في الوقت ده بصراحة كنت خلاص بقى عايزة اخلص خلاص تعبت. بس هنا حبايبي ادخلها بقى الفرن كده.
وهنا حبايبي بقى طاقيتنا او فطيرتنا خرجت من الفرن زي ما انتوا شايفين كده. سيحت حتة زبدة صغيرة ورحت دهنة الوش بتاعها كده زي ما انتوا شايفين بالفرشة كده، دهنتها كلها زبدة وهي سخنة. وانا عملت بقى حاجة تانية زيادة كده، ده سيرم او شربات. احنا كنا عايزينها طبعا يعني مسكرة شوية بقى لان احنا عايزينها كحاجة حلوة. فرحت ماسكة السيرم كده بالفرشة اللي دهنت بيها الزبدة، ورحت دهناها كلها كده زي ما انتوا شايفين بالشربات او بالسيرم. بصراحة ده طعم حلو قوي. هنا بقى دي كانت حلوياتنا خلصت اهي زي ما انتوا شايفين. عملنا سنيك كيك، عملنا جلاش، وعملنا طاقية السلطان. وده كده كان نهاية الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك الحلو والسبسكرايب والكومنت الحلو بتاعكم بيساعدني. وطبعا هستنى رأيكم في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.